السلام عليكم. أزول فلاون. في سبتمبر 2021 شرفني صاحب جلالة نصره الله بالمسؤولية ديال رئاسة الحكومة. اليوم على بعد أشهر قليلة من نهاية الولاية جاء الوقت باش نقدم لكم حصيلة العمل الحكومي، أهم الإنجازات بالأرقام وبوضوح. المواطن المغربي ما محتاجش خطابات باش يعرف الوضع ديالو واش تحسن ولا لا. كل مواطن عارف الواقع ديالو، عارف الأثر ديال العمل الحكومي عليه أحسن من أي واحد. والحصيلة اللي كنقدموا اليوم الهدف ديالها هو نعطيوه الصورة الإجمالية، صورة اللي كتبين كيفاش بلادنا قدرات بفضل كل مكوناتها وطاقتها وبفضل القيادة الرشيدة ديال سيدنا الله ينصرو أنها تدير خطوة كبيرة بين 2021 و 2026. فجت الحكومة انخرطت في رؤية ملكية واضحة اللي وجهت البرنامج الحكومي، واللي كان الهدف الأول ديالها هو حماية المواطن من تقلبات الحياة، توفير ظروف عيش كريم، توفير الفرص، فرص للشباب في التكوين في العمل، فرص للمقاولات باش يتزاد الطموح ديالهم، فرص النجاح لوليداتنا في المدرسة، فرص لبلادنا باش تكون عندها آفاق أكبر في المستقبل. أول حاجة هي الحماية الاجتماعية. قبل شكون كانت عنده هذه التغطية الصحية؟ فقط اللي هو موظف أو لا أجراء وبعض الفئات القليلة. يعني أن كان اللي عنده شي مهنة حرة ولا حريفين، نجار، خياط، كيكون مزيان، عنده موفر داكشي اللي قدر يوفرو وليه ولعائلته. كيجي واحد النهار كيمرض هو ولا واحد من وليداته، ولا قدر الله كيحتاج لشي عملية اللي الثمن ديالها كيكون باهظ. شنو كيدير؟ الحل كان كيلقى شي مرات إما يمشي يتسلف ولا يبيع دارو ولا محلو، داكشي الإمكانيات اللي عنده يستعملها. دابا في 2026 هذا الوضع اللي كان اللي كيخوف الملايين ديال المواطنين تبدل. هاد الحرفيين رجع عندهم الحق في التغطية الصحية. دابا اليوم كاين 4 مليون ديال العمال غير أجراء وذوي حقوقهم اللي عندهم لامو، عندهم لا بوسيبيليتي باش يمشيو لامو اللي كيتمكن من تعويض في جميع المؤسسات الصحية بما فيها التحاليل والأشعة والأدوية. بالنسبة للناس اللي ما خداميش ولكن يمكن لهم يأديوا الاشتراكات ديالهم، لأن كاين واحد الفئة ما هي هنا هذيك عملنا لها الأمو الشامل. وباش المغاربة كاملين يقدروا يستافدوا من التغطية الصحية، قمنا بتنزيل لايمون ديال التضامن اللي كيوفر نفس الخدمات لأكثر من 11 مليون مستفيد من الفئات الأكثر هشاشة. واللي كيعرف بحق لامو أكثر هو اللي عنده شي مرض مزمن خاصو علاج مدى الحياة أو محتاج شي عملية اللي هي مكلفة. في هذه ال5 سنين الأخرى يمكن لنا نقولوا أن الناس رجعوا كيفهموا المعنى ديال الحماية الاجتماعية، حيث رجعت شي حاجة اللي ملموسة عند الملايين ديال المغاربة، خاصة من بعد ما الحكومة قدرت تفعل الوصل الملكي ديال الدعم الاجتماعي المباشر. قبل كانوا ملايين ديال الأسر كيلقاو صعوبات مادية محتاجين لدعم، ولكن ما كانوش آليات باش تكون مساعدة ديالهم. 2023 برنامج ديال الدعم الاجتماعي المباشر برنامج موحد اللي موجه لملايين الأسر الأكثر حاجة للدعم بطريقة شفافة سهلة وكتحافظ على الكرامة ديال المواطن. المواطن دابا كيدير طلب على الموقع بلا ما يمشي لشي إدارة، بلا ما يحتاج يتكلم مع شي موظف. من بعد قبول الطلب كل شهر كيوصلوا الدعم في الوكالة اللي قريب لها. مبالغ الدعم ارتفعت وكتراوح بين 500 درهم و 1350 درهم كل شهر، مع دعم إضافي خاص بالأسر اللي فيها أطفال في وضعية ديال الإعاقة. قبل كانوا غير النساء اللي توفاو اللي هما الرجال ديالهم وعندهم الأطفال اللي يمكن لهم يستافدوا من الدعم ديال الدولة، ولكن بالفضل الدعم الاجتماعي المباشر دابا اليوم 396 ألف أرملة كتوصلها شهريا الدعم ديالها، وقبل كان فقط 88 ألف أم أرملة اللي كتستافد. الدعم الاجتماعي المباشر كيقدم كذلك سند قوي للأسر في الأوقات اللي كتستلزم مصاريف إضافية، إعانة على الولادة، منحة إضافية في الوقت
ديال الدخول المدرسي واللي كيستافد منها تقريبا 3.4 مليون ديال التلاميذ. الدعم الاجتماعي المباشر مكن من استهداف فئة أخرى واللي كانت مقسية قبل، مع العلم أنها في حاجة كبيرة لهذا الدعم، هما الأطفال اليتامى والمهملين واللي كيعيشوا في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. بفضل الدعم الاجتماعي المباشر قدرنا نوفر كذلك دعم لمليون ونص ديال الأسر بدون أطفال واللي ما كان عندهم حتى شي دعم من قبل، ومليون منهم أشخاص مسنين. في المجموع 3 مليون و900 ألف أسرة كتضم 12 مليون ديال المواطن كيستافدوا دابا شهريا من الدعم الاجتماعي المباشر. وهذه خطوة كبيرة اللي كانوا بزاف ديال المغاربة محتاجين بها. ما كيخفاش على حتى شي حد ان الصحه قطاع اللي بقاو كيتراكموا فيه المشاكل منذ عقود، وضعيه اللي كتاكدها الارقام منذ عقود كذلك. يعني الصحه ماشي قطاع اللي كان خاص نديروا فيه اصلاح ونمروا، الصحة قطاع اللي كان خاص نلقاو فيه حلول ديال اختلالات كثيرة ومعقدة في مجالات مختلفة، حيت خاص يتزاد عدد الأطباء والفاملية، وخاص يتخلصوا أحسن ويعطيوا أحسن ما عندهم، ونديروا سبيطارات كبيرة معدات مزيانة، وخاص المواطن يستافد منها بلا ما تجيهم مكلفة. وفي نفس الوقت خاص حتى السبيطارات اللي تكون قريبة للمواطنين ديال كل منطقة، وخاص هذا الشيء كله يتنفذ بسرعة. أشنو دارت الحكومة؟ في 2021-26 عودت تقريبا 1400 مركز صحي للقرب، والسبيطار ديال الحومة كما كنقولوا، البنايات، المعدات، كل شيء تعاود. كما قلت قبل، الناس ديال هذه المناطق وهذه الأحياء ما محتاجينش خطابات، وعارفين كيفاش ولاو المراكز الصحية اللي حداهم في مالي الواد، في أنفقو، أخ النير، سيدي موسى ومناطق أخرى. وفاش الحمد لله سالينا هاد 1400 مركز، الحكومة تلقات برنامج لتأهيل 1600 مركز اللي بقاو باش يتصلحوا حتى هما ونكملوا هاد الإصلاحات كلها. في 2021 بلادنا كان فيها 5 ديال المستشفيات الجامعية، والحكومة عملت على وش ضخم باش يكون مستشفى جامعي في كل جهة. دابا عندنا 8 ديال المستشفيات من بعد ما تفتح CHU ديال طنجة وأكادير ورباط، وقبل نهاية السنة ديال العيون والداخلة، وبنسينا في الرباط اللي من بعد ما تعاون كليا، والاشغال متواصله باش العام الجاي ان شاء الله يتفتح CHU ديال قلميم، الرشيديه وبني ملال، بالاضافه لمستشفيات اخرى اللي الطاقه الاستيعابيه ديالها غادي تتجاوز ان شاء الله 8000 سرير. هاد السبيطارات كلها هي مزيانه بطبيعه الحال، ولكن اللي خاصنا هو العدد الكافي من الأطباء والفاملية اللي يخدموا فيها. وبلادنا مع الأسف منذ عقود وهي كتعاني من هذا النقص ديال الموارد البشرية. بالأرقام في 2021 كان عندنا تقريبا 17.4 مهني لكل 10,000 نسمة، فيها الطبيب والفاملي والتقني والإداري. منظمة الصحة العالمية كتقول خاص على الأقل يكون معدل ديال 23 مهني ديال الصحة لكل 10,000 نسمة. وهنا كان مشكل كبير، وباش نحلوه الحكومة عملات على 2 ديال الجوانب المهمة اللي هي مسار التكوين ديال الأطباء اللي كياخذ 7 سنين تحسن وتعاود التنظيم ديالو باش يولي ياخذ 6 سنين، لأنه كل فوج ربحناه كيعني أنه مناطق كثيرة اللي ما فيهاش طبيب غادي يكون عندها إن شاء الله. وزدنا عدد من المقاعد في الكليات والمعاهد ديال المهن ديال الصحة، وضنا 4 ديال الكليات ديال الطب وديال الصيدلة جديدة في بني ملال وقلميم والعيون والرشيدية. في 5 سنين ضربنا العدد 2.3 فوا 2.3. في 2026 قدرنا نتجاوزوا المعدل ديال منظمة الصحة العالمية، ووصلنا ل 30 مهني ديال الصحة لكل 10,000 نسمة، والنتائج مازال غادي تبان إن شاء الله. وباش نردوا الاعتبار رجال ونساء القطاع ديال الصحة، الحكومة عملات على رفع الأجور ديال الأطباء بين 3600 درهم و 3900 درهم في الشهر، ورفع أجور الممرضين والتقنيين ب 500 درهم. وباش الحكومة تقدر دير هذا الشيء كله ضاعفنا ميزانية ديال القطاع. هذه أمثلة على الأوراش المهمة اللي عملت الحكومة
عليها في الصحة، بالإضافة لتحسين حكامة القطاع من خلال المجموعات الصحية الترابية وأمور أخرى. وهذه خطوة كبيرة اللي دارتها بلادنا في تسهيل الولوج للعلاج. المشكل اللي هذه سنين والتعليم كيعاني منه هو مشكل عام، ماشي غير ظروف ديال الدراسة ولا البنايات اللي كان خصها تحسن. المشكل الكبير هو جودة التعليم. المشكل هو فاش التلميذ كيكون عنده صعوبات وما كيلقاش الحل، أو مع الأسف شي مرات كتكون تعثرات كتبقى كتراكم، حيت كيجي واحد النهار فاش داك التلميذ والتلميذة كيحبس القراية ديالو، باش يكون إصلاح اللي عنده أثر حقيقي ومباشر، وباش التلميذ اللي مثلا في القسم الثالث يكون ضابط المهارات اللي خص يتوفر عليها أي تلميذ في القسم الثالث، كان خاص إصلاح في العمق ديال منظومة التعليم من بعد تشاور على الصعيد الوطني مع أكثر من 100,000 شخص، أساتذة، خبراء، أولياء ديال التلاميذ. توصلنا لحلول اللي كتمكن من رفع مستوى التلميذ بطريقة فعالة، والأهم ديالها هو برنامج مدارس الريادة. هذه المدارس كنا فيها الأساتذة على طرق جديدة ديال التعليم اللي كيعتمدوا فيها على التجربة وعلى العمل التطبيقي، ماشي غير الدروس النظرية، مع إدخال معدات رقمية حديثة. وأهم حاجة هي أننا استعملنا طرق ديال التدريس اللي تبتات الفعالية ديالها، بحال طريقة التدريس وفق المستوى المناسب تعغل. هذه المنهجية ديال التعليم كتعتمد على برنامج الدعم قبل بداية السنة باش كيتقاد المستوى ديال التلميذ والدعم ديالو بصفة منتظمة من بعد، باش التلميذ اللي عنده نقص في شي مادة كيشتغل معه الأستاذ باش يستدرك ويقدر يلحق للزملاء ديالو. والنتائج كانت واضحة ابتداء من الفوج الأول، وبشهادة ديال الأولياء ديال التلاميذ اليوم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 مؤسسة إعدادية رجعت مدرسة الرياضة بهدف تعميمها التام في الدخول المدرسي ديال 2027-2028. في الوسط القروي كانوا عدد من التلاميذ كيلقاو صعوبات في الدراسات ديالهم بسبب المسافة على البيت ديالهم. في هاد الخمسة ديال السنين 788 مؤسسة تعليمية جديدة اللي تبنات، منها 472 بالوسط القروي. وزدنا كذلك من الخدمات المدرسية اللي كتلعب دور كبير وكتشجع عدد كبير من التلاميذ. من أهم الأمور اللي خص توفرها المدرسة العمومية هي تكافؤ الفرص. التلميذ اللي كيدخل المدرسة الابتدائية هو عنده تجربة قبل في التعليم الأولي، كتكون عنده فرص أكبر للنجاح، وكل الدراسات كتبين أهمية ديال هذه المرحلة على طول المسار الدراسي اللي كيجي من بعد. خلال هذه ال5 سنوات الحكومة وصلت برنامج التعميم، وفي 2026 وصلنا لنسبة ديال 80% من الأطفال بين 4 سنين و6 سنين اللي كيستافدوا من التعليم الأولي. بحال في الصحة ما يمكنش نحسنوا التعليم إذا ما كانوش رجال ونساء ديال التعليم كيشتغلوا في واحد الظروف جيدة. من أكبر المشاكل اللي كانت قبل في القطاع هي موضوع الأساتذة المتعاقدين. من بعد عمل كبير الحكومة قدرت في نهاية الأمر أنها تحل نهائيا هذا المشكل اللي كان مطروح. أكثر من 336 ألف أستاذ وأستاذة اللي دابا كلهم عندهم يعني نفس الحقوق نفس الواجبات، واللي تم رفع الأجور ديالهم ب 1500 درهم في الشهر الأقل، واللي كتوصل في آخر المطاف ديال زيادة حتى 5100 درهم إضافية مع التحفيزات. مرة أخرى الناس ديال التعليم ما محتاجينش خطابات باش يعرفوا واش الوضع ديالهم تحسن أو لا، لكن من المهم أن آباء وأولياء التلاميذ يعرفوا كل ما عملت عليه الحكومة باش وليداتهم يقعوا في ظروف جيدة. وهذه خطوة كبيرة
لاسترجاع الثقة في المدرسة العمومية. من بين أهم المواضيع اللي المغاربة كان عندهم انتظارات كثيرة فيها هي القدرة الشرائية. كل شيء عارف العالم شنو كيعيش اليوم من حروب وتقلبات مناخية واللي أثرت على جميع ديال الدول. الدور ديالنا كحكومة هو المواجهة ديال هذه الصعوبات وتنزيل حلول المغاربة وبسرعة باش نحافظوا على استقرار الأسعار ديال المواد الأساسية. الحكومة خصت 135.6 مليار ديال الدرهم لصندوق المقاصة كتدعم القمح البوطة السكر و17 مليار ديال الدرهم باش الثمن ديال الضو ما يتزادش على الأسر المغربية. فاش كتكون شي أزمة في الأسواق الدولية الحكومة كدير دعم لمهنيين النقل باش نحاولوا ما أمكن أنه ما يكونش ارتفاع في الثمن ديال النقل والتنقل. ظروف العيش الكريم اللي تكلمت عليها من قبل كتبدا بالسكن، السكن اللائق، السكن اللي كيريح رب الأسرة وكيضمن استقرار لعائلته، سكن في الاستطاعة ديال المواطن باش يقدر يشري أول المسكن ديالو. الحكومة دارت دعم مباشر للمواطنين المقيمين وكذلك لمغاربة العالم في الوسط الحضاري القروي. كاين الدعم ديال 7 مليون ديال السنتيم وكاين الدعم ديال 10 مليون ديال السنتيم، وحد الآن أكثر من 96 ألف مواطن استفدوا وشراو الدار. من جهة أخرى باش نحافظوا على القدرة الشرائية في هذه ال5 سنين الحكومة دارت إجراءات اللي مكنات من تحسين الوضعية المالية ديال المواطنين. تكلمت من قبل على الأسر الأكثر هشاشة، تقريبا 4 مليون ديال الأسر كتاخذ الدعم ديال 500 ديال الدرهم، ما بين 500 ديال الدرهم و 1350 درهم شهريا. العاملين اللي كيتخلصوا بالحد الأدنى للأجور استفدوا من زيادات متتالية في الأجور في هذه 5 سنين. يعني السميك تزاد ب 20%، السماك كذلك ديال اللي هو القطاع الفلاحي تزاد ب 25%، وفي الوظيفة العمومية درنا زيادة عامة في الأجور ديال 1000 درهم. الحد الأدنى ديال الأجور كان 3258 درهم وتم الرفع ديالو حتى هو 4500 ديال الدرهم في الوظيفة العمومية. الأساتذة والأطباء ومهني الصحة أنا تكلمت على الزيادات ديالهم. الأساتذة الباحثين تزاد لهم أكثر من 3000 درهم في الأجور، المتقاعدين تزاد لهم 5% من المعاش مع تخفيض عدد الأيام اللازمة باش يستفدوا منه. ورجعنا حتى 2020 باش ناخذوا يعني التعهدات اللي كانت من قبل، بالإضافة لمراجعة نظام الضريبة على الدخل. في 2021 كانت متوسط الدخل الصافي في القطاع العام هو 8237 درهم، في 26 ارتفع ل 10600 درهم. المجموع أكثر من 4 مليون و250 ألف مواطن استفدوا من زيادة الأجور في إطار حوار اجتماعي مسؤول منتظم. وهذه خطوة كبيرة اللي دارت لرد الاعتبار لهذه الفئات اللي هذه سنين وعقود وهي كتنتظر. احنا كحكومة عملنا على تنزيل البرامج الحالية تحت الرعاية ديال صاحب جلالة الله ينصو، ولكن دورنا كذلك هو نوجدوا المغرب ديال غدا بأفكار جديدة وبطموح اللي هو كبير باش المغرب يكون مستعد لرهانات اللي جايه، وخاص اولا الابتكار، حلول للمشاكل الهيكليه. بلادنا عانات من الجفاف لمده سنوات متتاليه، النتيجه ديالها استنزاف تدريجي للموارد المائيه. هذه الوضعيه كان خصها حلول فوريه لان مناطق كثيره كانت مهدده بانقطاعات ديال الماء وزائد الاضرار اللي هددات الفلاحه. الحكومه عملات على تنزيل مشروع تاريخي وهو الرفط بين الأحواض المائية. في 10 ديال الشهور درنا طريق سيار مائي اللي يمكن الفائض ديال سبو باش يوصل حتى البوقاق لضمان توفير المياه ل10 مليون ديال النسمة. كما أننا صرعنا إنجاز محطة ديال تحلية المياه في مجموعة من المناطق. صمود بلادنا كيستلزم كذلك تقوية
ديال الاقتصاد الوطني وتحضير البنيه التحتيه اللي بلا بها راه ما يمكنش الاقتصاد ديالنا يتحرك بالسرعه اللي كنطمحوا ليها. لهذا بالموازاة مع كل الأوراش الاجتماعية الكبرى اللي تكلمت عليها، الحكومة سرعات من الاستثمار العمومي من 230 مليار ديال الدرهم في 2021 دزنا ل 380 مليار ديال الدرهم سنة 2026. فيها المستشفيات، فيها المدارس اللي تكلمت عليها، كذلك الطرق، الموانئ، المطارات، المناطق الصناعية وغيرها. وكذلك شجعت الاستثمار الخاص من بعد انتظار لمدة عقود. الحكومة خرجت صيغة جديدة لميثاق الاستثمار. ميثاق الاستثمار هو واحد القانون اللي كيقر وكيوضح كل التحفيزات اللي ديرها الدولة للمستثمر. هذا الوضوح وهذه الإجراءات هي اللي كتمكن أن المستثمر يتشجع ويدير المشاريع ولي بروجي ديالو. هذا الميثاق كيعطي منح إضافية للمشاريع اللي في المناطق الأكثر حاجة لخلق فرص شغل، ومنح للمشاريع الاستراتيجية اللي محتاجة لها بلادنا، بحال كل ما يخص السيادة الطاقية والمائية والدوائية. واللجنة الوطنية ديال الاستثمارات صدقت على عدد مهم من المشاريع في إطار هذا الميثاق. في ظرف 5 ديال السنين اللجنة صدقت على مشاريع اللي من المرتقب أنها تخلق 245 ألف منصب مع الوقت ديالها. خلق فرص شغل هو واحد من الأولويات اللي عملت عليها الحكومة بشكل متواصل من خلال برامج خاصة لإنعاش الشغل ومواصلة الاستراتيجيات القطاعية. في المجموع تم خلق 850 ألف منصب شغل غير فلاحي بين 21 و 25 وبمعدل 171 ألف سنة بفرق كبير إلى قارناه مع السنوات الأخيرة. الاستراتيجيات القطاعية أعطت نتائج إيجابية ومكنت بلادنا أنها تدير قفزة نوعية في مجموعة من المجالات. الصادرات الصناعية مثلا تزادت بأكثر من 44%، والمغرب رجع أول منتج للسيارات في القارة الإفريقية بقدرة إنتاجية ديال 1,000,000 مركبة سنويا. في الفلاحة قدرنا نوسعوا المساحات المسقية اللي وصلت هاد 5 سنين 246 ألف هكتار، كما أنه تم دعم الكسابة باش نعاودوا نشكلوا القطيع الوطني. بالنسبة للسياحة بفضل المخطط الاستعجالي التي تم إطلاقه في 2021 للخروج من الأزمة، أزمة الكوفيد، خريطة الطريق 23-26، القطاع قدر يوقف على رجليه من جديد ويخلق 92 ألف منصب شغل في 3 ديال السنين. ومن بعد عرف إقلاع اللي مكن أنه يسجل أرقام قياسية متواصلة. دزنا من 13 مليون سائح في 2019 يعني قبل الجائحة إلى 19.8 مليون سائح في 2025 لأول مرة في تاريخ بلادنا. قطاعات كثيرة استفادت من هذه الزيادة بحال الصناعة التقليدية اللي عرفت رواج مهم، والصادرات ديالها اللي تزادوا ب 56% بين 19 و 25. هاد الناس اللي زاروا بلادنا شافوا الحمد لله المؤهلات اللي عندنا وتأكدوا من مصداقية ديال بلادنا والعمل الكبير اللي كيقوم به صاحب جلالة الله يصوب، اللي رجعت كتطمح لأدوار أكبر على الساحة الدولية. والاستراتيجيات القطاعية اللي تكلمت عليها مكنات من تقوية الاقتصاد الوطني، خلق فرص شغل وتمويل البرامج الاجتماعية. نتائج واضحة، 4.8% كمعدل ديال النمو في 2025. التضخم داز من 6.6 في 2022 ديال الأزمة الأوكرانية إلى 0.8%، قل من 1% في 2025. إما عجز الميزانية داز من 7.1% في 2020 إلى 3.5% في 2025. وهذه خطوة كبيرة اللي دارت بلادنا لبناء مغرب المستقبل. بطبيعة الحال مازال عمل كبير كينتظرنا. بطبيعة الحال الحكومة الحالية ما يمكنش تحل جميع المشاكل، لكن الحمد لله يمكننا نقولوا بأن سرعة التغيير والإصلاحات تبدلات. بلادنا دارت خطوة كبيرة
في هذه الخمس سنين اللي دازت. الحمد لله ملايين المغاربه رجعوا مطمئنين على صحتهم من بعد ما رجع عندهم اخيرا تغطيه صحيه. ملايين المغاربه رجعوا مطمئنين حيث عندهم مبلغ في الاخر ديال الشهر اللي كيعاونهم على الضروريات. ملايين المغاربه رجعوا مطمئنين من بعد ما استفدوا من زيادات مهمه في الاجور. ملايين المغاربه رجعوا مطمئنين من بعد ما تجنبنا كوارث اللي كانوا خايفين منها كون ما داوش حلول استعجاليه في ازمه الماء. ملايين المغاربه رجعوا مطمئنين من بعد ما شافوا بلادهم كتتحرك في مسار التنميه بخطوات كبرى. العمل الكبير اللي دار هذه 5 سنين هو عمل جماعي، موظفين، اطر، كفاءات في مختلف القطاعات، سلطات محليه ومنظمات المجتمع المدني، مواطنين ومواطنات اللي بالعمل ديالهم وحبهم للوطن، الوطن ديالهم كيزيد القدام. واخيرا عمل فريق حكومي موحد الصفوف، فريق حكومي اللي ما كانش كيخلق عند المغاربه قلق الاختلاف، فريق حكومي اللي كانوا المغاربه كيشوفوا فيهم طمأنينة الائتلاف بتماسك ومسؤوليه وراء صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي بالفضل ديالو وبالعمل ديالو قدرنا باش نوصلوا لهذه النتائج المهمه بالنسبه للمواطنين وبالبلد. وشكرا.